الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزاويز، عاملين ايه؟ النهارده جبنا شويه حاجات من السوق. جبنا شويه عطاره عشان أنا بستعمل الحاجات دي على طول كتير. دوت كمون حصى، هغسله وبعد كده انقيه ينشف، وانقيه واحمصه وبعد كده اطحنه. ودوت زعتر، ودوت قرنفل ب10 جنيه، وده ب10 جنيه، والكمون دوت ب20 جنيه. وجيت اجيب ب10 جنيه مستكه، قالوا مفيش ب10 جنيه مستكه. شويه المستكه الصغيرين دول ب30 جنيه. جايب 30 جنيه، قالك ده مستكه يوناني. انا قلت حلفت اتصور بيها، طيب لما هي ب30 شويه دول ب30 جنيه. انا اول مره اشوف بصراحه. انا بجيب المصري على طول متدلعه كده وبتسيح بسرعه. فالكيس الصغير عندهم ب85، معرفش كام جرام كده. فانا قلت اشوف اجربها. دول 10 جرام، الشويه دول اللي ب30 جنيه 10 جرام. فنجربهم، وبعد ما نجرب انا بحط واحده بس مع الحاجه، هجربها واقول لكم كانت كويسه ولا لا. ومعانا هنا فلفل رومي، وكم قرن كده حامي، وقرنبيطه، وبتنجان اسود، وربطه شبت، وشويه نعناع، وده فينو، وربع كيلو بيتزا. ونشوف نبدأ يومنا، وهنشوف هنعمل ايه مع بعضين. انا هنا اهوت شويه بانيه. احنا متبلينهم تتبيله بصله خفيفه كده بالتوابل بتاعتها، عشان مش هنقليها، احنا هنشوحها بس في الجريلا. لا بيض ولا بقسماط ولا اي حاجه. احنا عايزين التشويحه ديت، مش عايزين معاها اي حاجه خالص. بندهن الجريلا شويه زيت صغيرين، او قطعه زبده وحته سمنه بلدي. انا بحاول اخد ميه البصل بس في البانيه. باخده من البصله نفسها. وهنستنى عليه، مش هنقلب على طول، هنستنى عليه شويه. التتبيله بتاعت البصل اللي بنحطها فيها بتعمل له ريحه حلوه قوي في الاكل. وانا تغيير شويه، بدل كل مره ان احنا بنقلب في البانيه وكده اهوت، قلنا نغير شويه. هنسيبه يتشوح شويه ونرجع لكم تاني. بس واحنا كده بص، خدت تشويحه حلوه ازاي. احنا عايزينها في الحمار دوت، وكمان شويه كمان عليه. هنخش الريحه بتاعته عامله ازاي، عشان خاطر ميه البصل اللي انا كنت بقدها فيه. بصلايه صغيره جدا بشرتها، وخدت الميه بتاعتها ورقدتها فيه. عامله ريحه تحفه. هنخلصه ونغرفه اهو. كده خلصنا البانيه اهوت، وطالع طري وجميل جدا. ما لكمش الريحه بتاعته عامله ازاي، وطعمه عامل ازاي. ولو انت عايزه تضيفي جزرايه مبشوره بعد ما بتسويه كده، جزرايه مبشوره، قرن فلفل احمر، اخضر، تقطعي سكه طماطم عليه براحتك برضو. بس احنا كنا عايزينه كده ساده. وعملنا جنبيه مكرونه سباكيتشي، وطبق طحينه بالزبادي. اتفضلوا معانا. الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول لنا ولا قوه، بالهنا والشفاء عليا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد تاني، واتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.